أنا اللي طول عمري الناس بتتريق عليا، وأي حد يشوفني يضحك ويتمقلص عليا، وكل ده ليه؟ عشان شكلي وحش ومش زي باقي البنات. أنا بقيت بكره أي بنت شكلها حلو، وبغير من أصحابي. بس أنا ذنبي إيه يعني؟ ما الناس هم السبب، هم اللي أذوني بكلامهم ونظرتهم ليا. أنا ليه يا رب شكلي كده؟ ليه ما خلقتنيش حلوة زي البنات دي يا رب؟ أنا تعبت ومش عارفة أعمل إيه وأروح فين من كلام الناس. بس أنا قررت أواجه خوفي ده، وقررت إني أبقى حلوة حتى لو الناس مش شايفيني حلوة. بس أنا هخليهم يشوفوني أجمل واحدة في الدنيا دي كلها. أنا قررت أقدم في مسابقة ملكة الجمال. وفيها إيه يعني؟ هو يعني كتير عليا وهم أحسن مني في إيه اللي مقدمين فيها؟ أنا هكسب المسابقة دي، ولازم أكسبها عشان أثبت للعالم كله إني جميلة. وفعلا رحت وقدمت، وكانت المفاجأة مش متوقعة أبدا، وإني اتقبلت فعلا. وأنا معرفش إزاي ده حصل. معقول؟ معقول أنا هكون في المسابقة دي والكل هيشوفني؟ معقول؟ وجهزت نفسي ولبست واتعلمت حاجات كتير جدا، واستفدت من التجربة دي، ولقيت إن الجمال مش بس في الشكل، لأ، إحنا غلطانين على فكرة. الجمال في الروح والأخلاق والعقل والأصل الطيب. الجمال في صدقك مع نفسك. الجمال إنك تكون واثق من نفسك. أنا مبسوطة، مبسوطة حتى لو أنا مكسبتش في المسابقة دي. بس أنا مبسوطة عشان دخولي في المسابقة دي ما كانش تحدي، هو كان إن أنا عايزة بس أثبت للناس إن أنا جميلة وخلاص. بس أنا اكتشفت إن أنا فعلا جميلة من جوايا، جميلة بحب لنفسي. أنا بحب شكلي وبحب الناس، وبحب أي بنت جميلة. التنمر ساعات بيقتل صاحبه. بلاش تتنمروا على بعض، وبلاش تضايقوا حد بكلامك. أتمنى القصة دي تتعلموا منها، وإنكم تواجهوا التنمر. تجمل بأخلاقك.